تخيل تبقى قاعد عادي وفجأة تكتشف حاجة تخليك تعيد التفكير في كل حاجة. أنا ماشي في الشارع امبارح، لقيت صديقي حسام بالصدفة. شكله كان مقلوب ومش طبيعي. قلت له مالك يا عم، شكلك مش تمام. بصلي وقال أنا وخطيبتي خلاص، كل حاجة انتهت. استغربت وسألته ليه بس، مش كنتوا كويسين؟ قال كل الموضوع إني كنت عندهم وهي دخلت المطبخ تعمل شاي، فمسكت تليفونها أتفرج على صور أو حاجة لحد ما تيجي، وأنا بقلب لقيت إنها مسجلاني في الكونتاكت باسم حسام ودانو، عشان وداني كبيرة شوية. ضحكت غصب عني وقلت له وبعدين؟ قال اتضايقت طبعا، ولما واجهتها قالت إنها بتهزر. أمها دخلت وقتها وحاولت تهدي الدنيا وقالت لي ما تزعلش، هي مش قصدها. قلت لها طب يرضيكي أنا أسجلها على موبايل باسم غريب كده؟ قالت لا طبعا. قلت لها أمال هي عملت كده ليه؟ سكتت شوية وبعدين قالت خلاص حقك عليا. وفجأة قامت الأم زعق لبنتها وقالت لها هاتي الشبكة وخلصينا. جابت الدهب وحطيته في إيدي وسحبتني بره الشقة وقفلت الباب، ومن ساعتها ما تكلمناش بعض. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، مواقف صغيرة ممكن تغير مصير كبير.